نصلي على النبي ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ سنة 1928 في لوس أنجلوس، وبنشوف كريستين وهي بتصاحب ابنها والتر، وبنعرف يا عزيزي إنها ما عندهاش عيال تانية غيره، وأبوه يوم ولادته خاف من المسؤولية وسابهم وخلع، ومن ساعتها بقى وهي بالنسبة له الأب والأم، وكانت مهتمية بأدق التفاصيل، وبتوصله لمدرسته وبعدين بتروح على شغلها وبتركب السكيت وبتفضل تلف في المكان، وبعد ما بتخلص شغلها بتروح تاخد ابنها، وبتعرف منه انه اتخانق مع حوده صاحبه عشان عايره انه من غير اب، فبتقول له سيبك منه ده عيل ما شافش بجنيه وربع ربايه. وتاني يوم المفروض انها كانت في اجازه، بس بتجيلها مكالمه شغل وبيطلبوا منها انها تنزل، فبتقول لهم انها كانت واعده والتر انها توديه السينما، لكن بيعرفوها ان زميلتها عندها ظروف ومش هتقدر تيجي، فبتقول لولتر انها مضطره تروح الشغل، وبتعرفه انها هتوديه السينما بكره، وبتقول له ياخد باله من نفسه وانها مش هتتاخر عليه، وبتروح شغلها وبتقعد وقت اكتر من الوقت اللي كانت المفروض تمشي فيه، لا وكمان مديرها بيأخرها اكتر وبيقف يتكلم معاها، ولما اخيرا خلصت من رابطه بتجري عشان تلحق تركب، بس للاسف بيمشي وبيسيبها، وبتتأخر أكتر وأكتر عقبال ما بتروح، وبترجع البيت وبتفضل تنده على والتر، بس والتر كان فص ملح وداب. دورت عليه في كل مكان في البيت وما لقيتهوش، طلعت سألت بنت الجيران عليه وقالوا لها انهم ما شافوش خالص، وبتروح يمين وشمال وبرضه ما بتلاقيهوش، فبتتوتر وبترجع تتصل بالشرطة وبتقول لهم ابني اختفى ومش لاقياه، بس انت عارف بقى يا عزيزي الشرطة ما بتبدأش تاخد خطوة غير لما يعدي عليه 24 ساعة، يعني لو مخطوف يخلصوا كل حاجة بيعملوها فيه. المهم انها بتفضل تترجاه يساعدها، فبيقول لها ان في عيال كتير شقية ممكن يكون راح يلعب هنا ولا هنا، وانه ان شاء الله الصبح هيرجع، واحنا بقى مش فاضيين لكل عيل شقي عايز يلعب. قالت له والتر ابني مش شقي، واول ما الليل بيليل بيجري على البيت على طول. قال لها معلش بقى ده اللي عندي، فبتقفل معاه وبتفضل تعيط، وبتفضل طول الليل هتتجنن، والصبح الشرطة بتجيلها وبتاخد منها اوصاف والتر. وبعد اسبوعين ما كانش لسه في اي اخبار عنه، وفي الكنيسة بيتكلموا عن اختفاء والتر، والقسيس بيقول انهم متعاطفين مع كريستين، وبيفضل بقى يلوم في الشرطة نفر نفر، وبيقول انهم شرطة فاسدة وان البلد مليانة بالقرف بسببهم، كل شوية حالات قتل وخطف وبلاوي وقلة أدب، والشرطة ولا عارفة تعمل أي حاجة، والكلام ده الناس كلها كانت سامعاه في الراديو ومن ضمنهم رئيس الشرطة. المهم يا عزيزي بيعدي 5 شهور على اختفاء والتر، وكريستين كانت حالتها صعبة جدا، ولما بتروح شغلها كانت كل شوية تتصل بدار الأطفال المفقودين، وما كانتش عايزة تستسلم أبدا. وفي مدينة تانية بنشوف الراجل ده قاعد بياكل في مطعم، ولما ملا كرشه على الآخر بيقول لصاحب المطعم أوب أنا شكلي نسيت المحفظة. قال له بقول لك إيه الشويتين دول مش عليا، يا إما تدفع يا إما اتصل بالشرطة. فبيقول له أنا ساكن هنا قريب، خلي ابني عندك عقبال ما اروح اجيبها وارجع، هم 10 دقايق بس وهتلاقيني في وشك. بس يا عزيزي تقريبا الساعه كانت واقفه عنده، وال10 دقايق بقوا 2.5 ساعة، فبيتصل صاحب المطعم بالشرطه عشان الواد اللي قاعد عنده ده. وتاني يوم كانت كريستين في شغلها وبتتفاجئ بكام ظابط واقفين مع مديرها، واول ما بتلاقي مديرها بيشاور عليها قلبها كان هيقف، وبتخاف احسن الشرطه تقول لها انهم لقوا ابنها ميت، بس بتتفاجئ لما الظابط بيعرفها انهم لقوا ابنها عايش، فبتفرح وبتجري معاهم على محطة القطر، وبتتفاجئ بعدد كبير من الصحافة واقفين مستنيينهم، وده طبعا يا عزيزي كان تخطيط من الشرطة لانهم عايزين يحسنوا صورتهم اللي بقت زي الزفت في البلد، وبيقولوا لكريستين اول ما يوصل ابنك الصحافة هتتلم عليكي، عايزينك بقى تقولي كلمتين حلوين كده في حقنا. بس كريستين ما كانتش مركزة معاهم اساسا، وبتجري بسرعة وهي فرحانة عشان تشوف ابنها، بس بتتصدم لما بتلاقيه مش ابنها، وبتفضل واقفة مصدومة لشوية. الظابط قال لها ايه دي الصدمة ولا انت مالك بالظبط؟ فبتقول له بقى ده مش ابني، بس بيقول لها مش ابنك ازاي، ما هو اكيد خس شوية واتبهدل في ال5 شهور دول. بس برضه كريستين كانت مصممة انه مش ابنها، وبتقول له انا الوحيدة اللي هعرف اذا كان ابني ولا لا. فبيسأل الواد يا ابني انت اسمك ايه؟ قال له اسمي والتر كولينز، والست دي امي، وبيجري يحضنها ويقول لها يا ماما. الظابط قال لها اهو انا فاهم الصدمة بس اللي انت فيها، بس هو ده الولد اللي انت وصفته لنا، وبعدين احنا اتأكدنا منه، هو كان بقاله 5 شهور بيسرح في الشوارع مع متشرد. وكريستين مصدومة ما كانتش عارفة ترد، والظابط كان شايل هم الصحافة اللي واقفة، هم اصلا سمعتهم منيلة ومش ناقصين، وبيقول لها الصحافة واقفين مستنيين رد فعلك، خدي يلا بقى معاكي على البيت دلوقتي يمكن لما اروح معاكي تتأكدي ان ابنك، ولو واجهتك يا ست اي مشكلة ابقي تعالي لي المكتب، ولو طلع مش هو ابقى رجعيه. وبتضطر انها تسمع الكلام، ودي يا عزيزي كانت اكبر غلطة غلطتها، وبتقف تتصور مع والتر قدام الناس والصحافة،
وبترجع معاه البيت وهي مصدومة، وبتفضل قاعدة مراقبة كل تصرفاته، وكانت متأكدة 1000000% إنه مش ابنها، وبتتضايق وبتاخده تقيس طوله، وبتلاقي أقصر من آخر طول علمت عليه، وبتبصله بتقوله يا ابني هات من الآخر قولي أنت مين؟ أنت مش هو، مين اللي رماك عليا؟ والواد ساكت وما بينطقش. تاني يوم بتاخد بعضها على الشرطة وبتقوله ده بقى مش ابني، أنا متأكدة، مش عارفة ليه هو قال إن والتر ابني. قال لها بقولك إيه ما تتعبنيش معاكي، إحنا ورانا هم ما يتلم، وخلاص جبنا لك ابنك اللي تاه منك، وبعدين لازم تقضي وقت كافي معاه يعني، أكيد اتغير عن مكان معاكي. قالت له طب الشكل، وهنقول ماشي، خس شوية يا عم ماشي، إنما الطول نعمل فيه إيه بقى؟ كش مثلا لما اتغسل؟ الظابط بمنتهى البرود بيقول لها ما يمكن انت اخدت مقاسات غلط، وبيفضل يعيد ويزيد في نفس الكلام، وبيقول لها انت ليه بتعملي كده؟ ما انت شغاله شغلانه كويسه، يعني تقدري تعيشي والتر عيشه كويسه، ليه بقى بتهربي من المسؤوليه؟ هي سمعت الكلمه دي من هنا وعفاريت الدنيا بقت تتنطط حواليها، وتعصبت وقالت له الواد ده مش ابني، وبالرغم كده بهتم بيه عشان ملوش حد، انا جيت عشان انتوا وقفتوا البحث عن ابني. قال لا واحنا ليه هندور على حد لقيناه والمختصين اتاكدوا انه هو. اتضايقت اكتر بس اتملكت اعصابها وقالت تجرب مع الطريق التاني، واعتذرت له وقالت له انا عارفه المجهود اللي انتوا بتعملوه، بس ابوس ايدك صباع صباع، ساعدني قبل فوات الاوان. وبعدها سابته ومشيت. تاني يوم بيبعت لها دكتور تبعه وبيدخل وبيسالها ايه المشكله، وما بيديهاش فرصه تتكلم، وبيقول لها طول ابنك عاش 5 شهور مع شحات، يعني من غير اكل وشرب، وطبعا نفسيته ما كانتش كويسه، يعني طبيعي جدا يرجع هفتان وكاشش شويه وحالته بالبلا. يا شيخه ده شبهك حتى ونفس عينك بالظبط. قالت له انا امه وانا الوحيده اللي اقدر اعرف ابني وسط مليون. قال لها خلاصه الكلام يا ريت تراعي انه قعد فتره كبيره بعيد عنك، زي مثلا اللي بيروح الجيش فتره لازم يرجع منه واحد تاني. فبتتصل بالظابط وهي متعصبه وبتقول له هو انت بعت لي دكتور يطلعني ام جحده؟ انتوا بتضيعوا في الوقت وخلاص، انا متاكده انه مش ابني. فبيصدمها وبيقول لها ان الدكتور كتب تقرير نهائي، ولما قالت له انها عايزه التقرير عشان تنتقده اخدها على قد عقلها وقفل معاها. ولما والتر قال لها تصبح على خير يا ماما اتعصبت وقالت له جاتك ما تقولش الكلمه دي تاني يا ابني، وبتفضل تعيط وتقول انا عايزه ابني. وتاني يوم الصبح بتصحى على تليفون من القسيس وبيقول لها انه عايزها ضروري، وبتاخد بعضها وبتروح له بسرعه، وبيوريها جورنال اليوم اللي مكتوب فيه قصتها. والدكتور قال انه شاف الولد بنفسه وان وارد جدا يكون اتغير في حاجات كتير. والمختصر المفيد يا عزيزي انهم كانوا عايزين يقلبوا عليها الترابيزه قبل ما هي تقلبها عليهم، وكمان بيقولوا ان الشرطه قلقانه على الولد من كريستين وده بسبب تصرفاتها معاه. وبيقول لها القسيس ان شرطه البلد دي فاسده وانهم استحاله يطلعوا نفسهم غلطانين على اي وضع، وبيعرفها انه هيقف جنبها عشان يفضحوا الشرطه للناس، وبيحكي لها بقى على الجرايم اللي بتحصل في البلد، وبيعرفها ان الشرطه ليها يد في كل اللي حصل، وعشان كده اما صدقوا يحلوا لغز اختفاء ابنك عشان يحسنوا شكلهم باي طريقه للناس، وانت الوحيده اللي هتقدري تبيني شكلهم الحقيقي، بس خليكي عارفه انهم هيعملوا كل حاجه عشان يبوظوا سمعتك، والشاطر بقى اللي يستحمل ويكمل للاخر. كريستين قالت له انا مقدره كلامك كله، بس انا مش داخله حرب ولا عندي مهمه، انا كل اللي عايزاه هو ابني. قال لها ان في عدد كبير اختفى من الاطفال، يعني ابنك مش اول واحد بس ممكن يكون اخر واحد. وبيفضل بقى يا عزيزي فوق ودانها لحد ما بتقتنع، واول حاجه بتعملها انها بتاخد والتر لدكتور الاسنان، وده دكتور ابنها، وبيقول لها ان كان في فراغ بين اسنانه، ولا اللي خطفه كان دكتور اسنان؟ الولد اللي جوه ده ما عملش اي عمليات قبل كده، والفراغ ده عشان يتقفل لازم يعمل عمليه، وبيعرفها انه هيساعدها وهيكتب تقرير بالكلام ده، وده غير انه هيشهد معاها في المحكمه، وكمان بتاخده على المدرسه، والمدرسه بتاعته بتساله انا مين، فبيقول لها انت المدرسه، بس الصراحه انا مش فاكر اسمك بالظبط. فبتقول له طب روح يا حماده اقعد مكانك، وبيتاكدوا انه مش والتر لما بيروح يقعد في مكان غير مكانه، وبتقول لها انها كمان معاها وهتساعدها. والقسيس بيكلم لها الصحافه وبتنزل تقابلهم، وبتقول لهم ان الولد ده مش ابنها وان الشرطه عايزه تجبرها عليه، وبتعرفهم انها هتثبت لهم كلامها بكره في اجتماع مع القسيس. وعصفوره من عصافير الشرطه بتبلغ الضابط باللي حصل، فبيؤمر انهم يجيبوها الاسم بس من الباب الخلفي، وده طبعا عشان الصحافه اللي قدام الاسم. في الوقت ده بيجي بلاغ عن ولد صغير، وبيعرفوا انه جه البلد بطريقه غير شرعيه، وكمان بيعرفوا انه قاعد في مزرعه قريبه منهم. وبتوصل كريستين الاسم وبتدخل للضابط وبيقول لها انها حطتهم في وضع محرج، وبيحاول يقنعها تغير كلامها مع الصحافه، بس لما بيلاقيها مصممه على رايها بيقول لها قدامك حل من الاتنين،
يا تعترف ان ابنك يا اما هتبقي ام مجنونه ومكانك مستشفى مجانين، ولو عايزه دكاتره مختصين انك مجنونه عندي بدل الواحد 2. ها اختاري بقى، تطلعي من هنا ام مهمله ولا ام مجنونه؟ ولما صممت على رأيها بيأمرهم ياخدوها المستشفى المجانين، وبيقول للدكتورة تكتب في التقرير إنها مش مقتنعة إن ابنها رجع بعد ما الشرطة تعبت ورجعته لها، وكل شوية تروح تقول إنها عايزة ابنها. وفعلا يا عزيزي لبسوها عباية المطرطشين، وبقت الأم المجنونة اللي مش عايزة تقتنع إن ابنها رجع، وإنهم كمان خايفين عليه من تصرفاتها. وبتدخل المستشفى وبتتعامل بطريقة صعبة. وتاني يوم الضابط بيروح يقبض على الولد الهربان، وبيقابل واحد في طريقه وبيسأله عن المزرعة، فبيقرب من عربيته وبيسأله بتسأل ليه؟ ولسه هيمسك البندقية عرف انه بيدور على واحد هربان، فبيشاور له على المزرعة وبيبعد عن البندقية. وبيوصل هناك وبيقدر يمسك الولد اللي بيدور عليه. اما القسيس بيلاقي كريستين ما جاتش في ميعادها، فبيبعت حد يشوفها في بيتها وهو اللي بيتكلم في الراديو بدلها. وكريستين كانت حزينة ومش عارفة تتصرف ازاي، وبتطلع وقت ميعاد الفطار وبتروح لها واحدة اسمها كارول، وبتقعد وبتتعرف عليها وبتقول لها لازم تاكلي عشان تقدري تعيشي في الهم ده، وما تحاوليش تبقي طبيعية عشان هتبقي بالنسبة لهم برضو مجنونة. وبتعرفها ان في بنات كتير هنا دخلوا بسبب الشرطة. دي كانت متجوزة ظابط وكان مطلع عينيها وبيصبحها بعلقة وبيمسيها ب2، ولما حاولت انها تفضحه رموها هنا وقالوا عليها مجنونة. اما دي الشرطة عجنت اخوها، ولما حكت للصحافة طلعوها مجنونة وسايحة منها واخدة من العمومي. وانا كمان قدامك اهو. وبتعرفها انها بنت سيكي ميكي من اللي بتروح وتيجي، وكانت تعرف ظابط كان زبون عندها بس هو كان غشيم وبيمد ايده، ولما حاولت تبعد جابها غصب عنها، ولما حاولت تفضحه بقى ده مصيرها. وبعدها الدكتور بيوصل وبيطلب يشوفها، ولما بتقول له انا عاقلة ومش مجنونة قال لها الكل بيقول كده. وطبعا يا عزيزي بيطلعها مجنونة ومش نافعة، وبيرميها لها بالطريقة كده ان دي اخرة اللي بيعترض على الشرطة. الناحية التانية بنشوف الولد الهربان وكان قاعد متوتر جدا، وقبل ما يرحلوه بيطلب انه يقابل الضابط اللي قبض عليه. وفعلا بيوصل الضابط، وهنا بقى يا عزيزي كانت المفاجأة. بيقول له الولد انه كان عايش مع ابن عمه، وابن عمه ده كان مطرطش وبيجبره على حاجات كتير، ولما كان بيعترض كان بيهدده انه هيقتله، ولما حاول يهرب منه برضه كان هيقتله. فبيقول له هي ايه الحاجات اللي جبرك عليها؟ صدموا بقى وقالوا انهم قتلوا عيال كتير جدا، وان ابن عمه المطرطش كان بيضحك على العيال وبيقول لهم ماما بعتني ليكم. والعيال لما كانوا بيشوفوا ولد صغير في العربية كانوا بيصدقوا بيركبوا معاه، وفي منهم اللي كان بيخاف وما بيرضاش يجي معانا. ولما سألوا كم عدد اللي قتلتوهم قال له 20 واحد. فبيتصدم وبيقول له لو شفتهم هتعرفهم؟ قال له تقريبا. وبيقول له انه كان ساعات بيقتلهم اول ما بيرجعوا، وساعات كان بيجمعهم 4 5 كده ويقتل فيهم براحته. وبيعيط وبيقول له انه اكبره يقتل. فبيقوم يجيب له كل صور المفقودين، وبيطلع منهم عيال كتير وكان من ضمنهم والتر ابن كريستين. فبيقوم بيتصل بالظابط جونز وبيقول له على اللي حصل، بس الظابط ما كانش مصدق وقال له اكيد بيكذب عشان ما يرجعش لبلده. لكن جونز بيعرف ان القسيس بره خارب الدنيا، فبيقفل وبيقوم يشوف الحكايه وبيلاقي عامل قلبان بسبب كريستين. فبيتصل بالظابط ليس وبيقول له يجيب الولد ويرجع حالا. ولما بيطلع للقسيس بيقول له انهم مش لاقيين كريستين، وان الناس شافوها اخر مره وهي بتركب في عربيه من عربياتكم. جونز قال له حصل، انا حجزتها بسبب انها عندها انهيار عصبي، وما تقلقش عليها يا سيدي، هي بتاخد افضل علاج في البلد. وبعدها بيسيبه وبيمشي. وفي المستشفى كريستين بترفض تاخد اي علاج، ولما الدكتور بيشوفها بتقول له قلت لك انا مش مجنونه. قال لها لو فعلا انت عاقله يبقى امضي على الورقه دي. وده تقرير الشرطه بعتته بانها تعترف ان الولد يبقى ابنها، لكن كريستين بترفض. فبياخدوها وبيدوها العلاج غصب عنها، ولما كارول حاولت تمنعهم بتتهان، وكمان بياخدوها وبيعلوا الفولت عندها، وبتشوفها كريستين وهي متمرمطه بسببها. وتاني يوم الظابط ليز بياخد 2 ظباط والولد وبيروحوا المزرعه، بس ما بيلاقوش المطرطش ابن عمه، وبيسأل الولد دفنتوا الجثث فين يا ابني، وبيخليه يحفر عشان يتأكد من كلامه. وفعلا يا عزيزي بيتأكد انه ما بيكدبش، وبيبلغ الشرطة على طول. الدكتور بيقول لكريستين هتمضي ولا هتكملي حياتك هنا، وبرضه بتصمم على رأيها وما كانتش عايزة تستسلم أبدا. فبيقرر الدكتور انه يندمها وبيدخلها نفس الأوضة اللي كارول دخلتها، بس بيتفاجئوا بالقسيس داخل عليهم وكان مع الصحافة كلها. وبسرعة الدكتور بيوقف كل حاجة وبيقول لكريستين تغير هدومها وتاخد كل حاجاتها وتمشي. ولما بتخرج بتلاقي الأخبار في الجورنال بتتكلم عن الأطفال اللي اتقتلوا في المزرعة،
وبيأكدوا ان والتر ابنها من ضمنهم، وبتنهار وبيمسكها القسيس. في نفس الوقت رئيس الشرطة بيزعق مع جونز وبيقول له يقفل موضوع كريستين وابنها وكفاية فضايح لحد كده. ولما قال له انه مش مقتنع ان والتر من ضمن اللي ماتوا، قال له لا اقتنع يا اخويا، عشان لو ما اقتنعتش هيفضل والتر ابنها مفقود والناس والصحافة هتقلب علينا لحد ما نلاقيه. خلصنا من الموضوع ده واقفله قبل ما العمدة يقلب علينا. وبنعرف يا عزيزي ان والتر كده بقاله سنة مختفي. ولما الضابط بيستجوب الولد اللي قال انه والتر، عرف منه ان الشرطة اللي قالت له يعمل كده. اما كريستين بتقرر انها تطلع كل البنات اللي في المستشفى اللي الشرطة كانت السبب في دخولهم. ولما القسيس قال لها هتفتح على نفسك فتحة انت مش قدها، قالت له هيعملوا فيا ايه اكتر من كده. وفي بلد تانية كان المعلم ده راح لاخته اول ما حس انه في خطر، وبيقول لها انه هيقعد عندها يومين، بس كانت الشرطة محذراها. واول ما بيطلع فوق بسرعة بيبلغوا عنه، والشرطة بتوصل في ثانية الا ثانية وبيقبضوا عليه. اما القسيس بيروح البيت مع اشهر محامي في البلد، وبيعرفوا كريستين انه هيقف معاها من غير مقابل. وتاني يوم بيروحوا على المستشفى بأمر بخروج البنات اللي الشرطة اتبلت عليهم، وفعلا بيقدروا يخرجوهم. وبتشكرها كارول على اللي عملته معاهم. اما المطرطش ده بيرجعوه بلده، وكان بيضحك ومبسوط ولا كأنه داخل ياخد اوسكار. والعمدة بيروح لرئيس الشرطة وبيقول له احنا داخلين على انتخابات ومش طالبة اي حوارات، اتصرف ولم البلاوي اللي انتوا عملتوها دي. فبيطمنه وبيقول له انهم هيتصرفوا وهيحلوا كل حاجة. ويوم الجلسة كريستين بتتفاجئ ان الناس عاملين مظاهرات وخاربين الدنيا، وكانوا واقفين معاها وبيطلبوا العدل. وبتدخل تحضر جلسة المطرطش جوردن، وبتتعرف عليها ام تانية لولد اسمه ديفيد، وكان برضه من ضمن اللي جوردن قتلهم. ووقت الجلسة التانية المحامي بياخد الضابط غسيل ومكوى، وبيفضل يقول له انه اكبر كريستين انها تاخد الولد غصب عنها، وبالرغم كل الادله اللي قالت لك عليها كبرت دماغك ودخلتها مستشفى المجانين، وانت اصلا مش مسموح لك تدخلها بمزاجك. اتعصب المحامي وفضل يزعق فيه، وبيقول له برغم كل اللي عملته مش عايز تعترف بغلطتك، وبسبب عنادك في 20 ولد ماتوا. لو كنت سمعت كلامها ودورت عليه في السنه دي كان ممكن تلحق الاولاد دول. والناس كلها بتفضل تسقف له. ورئيس الشرطة عشان يلم الدنيا بيكلم الصحافة وبيلمهم كلهم، وبياخد الولد وبيقولوا انه عرف امه الحقيقية، وبيرموا اللوم على الولد. فبيفضحهم قدام الصحافة وبيقول ان الشرطة هي اللي قالت له يقول انه ابنها. اما كريستين بتقول انها حاسة بوجود والتر، وانها متأكدة انه عايش في مكان ما. ويوم الحكم القاضي بيوقف النقيب جونس عن العمل نهائي، وكمان رئيس الشرطة. اما المطرطش ده القاضي بيسأله عايز تقول حاجة؟ قال له ايوه. والصدمة بقى بيبص لكريستين وبيقول لها انه ما قتلش ابنها، وبيعرفها انه كان ملاك. والقاضي بيحكم عليه بالسجن 2 في الحبس الانفرادي وبعدها اعدام. وبترجع كريستين تعيش حياتها عادي، بس كانت لسه عندها امل انها تلاقي ابنها، وكل شوية كانت بتتصل تسأل لقوه ولا لسه. وبتعدي ال2 وقبل ما يتعدم جوردن بيوم بيروح لها المحامي الشغل، وبيقول لها ان جوردن طالب يشوفها. ولما بتروح له بيقول لها انا ما كنتش متخيل انك تيجي، وبيعرفها انه تاب وانه فضل يدعي ان ربنا يسامحه، ربنا يولع فيك. بس برضه ما بيرضاش يحكي لها اللي حصل مع والتر، وبتتعصب عليه وبتفضل تسأله ابنها فين، لكن هو برضه كان على موقفه. وتاني يوم كل اهالي الاولاد بيقفوا يشوفوه وهو بيتنفس في الحكم. وبعدها بترجع كريستين لحياتها تاني. وفي مرة بتجيلها مكالمة من ام ديفيد، وبتقول لها ان الشرطة لقت ولد من الاولاد اللي كانوا في المزرعة. فبتجري كريستين على طول على هناك، بس بتتفاجئ انه الولد يبقى ديفيد. وبتقف تسمعه وهو بيتكلم، وبيقول ان والتر كان معاه في المزرعة، وان والتر ساعده لما رجله اتعلقت في السلك الشائك، ولولا ما كانش قدر يهرب من المزرعة. وبيقول انهم كانوا 4 اطفال، وان كل واحد فيهم هرب من ناحية، ومش عارف بقى اذا كان عايش ولا لا. ولما سألوه مرجعش لأهله ليه طول الفترة دي، قال انه كان خايف ان جوردن يعرف مكانه، بس دلوقتي اهله وحشوه وعايز يرجع لهم. وبتنهار كريستين لما بتسمع الكلام، بس الكلام ده بيديها امل اكبر، وان ابنها يكون لسه عايش، وانها هيرجع لها في يوم من الايام. واللي نعرفه يا عزيزي انها قعدت 30 سنة تفضل تدور عليه وما يقستش ابدا، لكن برضه ما لقيتوش. وربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا جميعا. وبيخلص الفيلم على كده. اللايك يا عزيزي، وما تنساش تقول لي رايك في كومنت، واشوفكم الفيلم الجاي.